مونديال كرة القدم فقط للأغنياء. كرة القدم رياضة ترفيهية لإلهاء الشعوب. السلام عليكم ليكيب، رجعت لكم فيديو جديدة. اللي ما شافش الفيديو القديمة يدخل يلقاها عندي لتحت في الديسكريبشن، يدخل يتفرج. الفيديو تاع اليوم نحكيو فيه على مونديال قطر 2022. مونديال قطر، وش حكيتو هذا المونديال؟ حكيتو حكاية. هذا المونديال راه داير ضجة إعلامية كبيرة. وش الأسباب؟ خليكم مع الروبورتاج. اختلفنا أو اتفقنا مع قطر، فهي الآن أول دولة عربية سوف تنظم كأس العالم بمعايير دولية تتفوق بكثير على مجموعة من الدول الغربية. تنظيم دولة عربية مثل قطر لحدث تاريخي بهذا الحجم له أبعاد تتجاوز الرياضة، فهو فرصة ذهبية لإظهار تقدم هذه الدولة ونجاحها في استثمار عائدات النفط والغاز في وقت لا زالت شريحة من سكان الدول الغربية تظن أن الدول العربية تستعمل الدواب وتعيش في الخيام في الصحراء. حكيتو هذا المونديال من أول يوم فازت به قطر وهي صارية عليه ضجة إعلامية كبيرة بالبزاف، واليوم باقي حوالي أسبوع باش يبدأ المونديال وعاودت رجعت هذيك الضجة الإعلامية خصوصا من الغرب والإعلام الغربي أنهم يقاطعوا هذا المونديال. حقوق الإنسان ما حقوق الإنسان. في هذه الأثناء هناك حملات في دول غربية لمقاطعة مونديال قطر بسبب حقوق الإنسان، خاصة العاملين الذين اشتغلوا في بناء الملاعب. هذه المقاطعة ظاهرها حق وباطنها باطل، فكل هذه الدول شاركت في مونديال روسيا حينما كان الجيش الروسي يقتل المدنيين في سوريا، وكلهم شاركوا الألعاب الشتوية في الصين التي يعتبرونها بأنفسهم أكبر نظام قمعي يضطهد الأقليات. الغرب المنافق. والضجة الإعلامية هذه استغلتها قطر للترويج للمونديال في بلادها بطريقة ذكية جدا. هم لا يستصيغون كيف لدولة عربية أن تنظم حدثا بحجم كأس العالم وبجودة وتقنيات لم يسبق لأي دولة منظم لهذا الحدث أن استعملتها. كامل نعرفوا إمكانية قطر أنها قادرة تستضيف هذا المونديال والمونديال اللي بعده، لكن باش تقول لي هذا هو راح يكون أفضل مونديال في التاريخ، اسمح لي هذه أنا مانيش قانع بها. تقول لي بالنسبة للعرب هذه أنا معك فيها، هذا رأيي الخاص. ودك نعطيكم الأسباب. قطر ما هيش الدولة الوحيدة في العالم اللي استضافت كأس العالم يكون عندها إمكانيات كبيرة واقتصاد قوي. نتفكروا مونديال روسيا اللي فات، روسيا تاني عندها مناطق سياحية وتاريخية وثقافية وحضارية رائعة جدا. قطر دولة المعيشة فيها غالية بزاف، وشكون راحوا يتفرجوا؟ الطبقة البرجوازية. هما اللي يروحوا يسافروا ويدخلوا الملاعب ويعيشوا المونديال. الطبقة المتوسطة أو تحت المتوسطة، شعوب إفريقيا أو المغرب العربي خصوصا، كتر خير التلفاز. وأخيرا هناك كشعب جزائري ما محلنا من الإعراب. كأس العالم أهلناش، شكون راح نشجعو؟ اسمع، نروحو نتفرجوا المونديال. كاين ماتشات الايامات هذه مونديال تاع قطر، نروحو راح نتفرج الارجنتين، تشجع الارجنتين ان شاء الله تدي الكاس ويفرح ميسي، راح يلعب اخر كاس عالم تاعو ان شاء الله يدي الكاس برك. الجمهور العربي يعني في بعض الاوقات وصلنا التعصب لرونالدو والتعصب لروني والتعصب لميسي شيء مبالغ فيه. المنتخبات نفس الشيء، لابد ان نحذر. انا اتعصب الا لمنتخب بلدي وتعصب من يمثلني من لغه الضاد، واشجع الافارقه لانها افريقيا، واشجع العالم الثالث لاننا عالم ثالث. شفاش المونديال تاع كاس العرب اخي ما كانوش يشجعوا فينا، وكل نتمناو لنا نخسروا وحنا دينا الكاس. وتشفى الكاس الافريقيه الاخرى تاع الكاميرون كامل ما كانوش يشجعوا فينا، كل نتمناو لنا نخسروا، هم ندبوا علينا وخسرنا وبربشونا كاع. نزيدك في الماتش تاع الكاميرون اللي تقصينا منه في الكاس العالم،
يوم كانوا يشجعوا في الكاميرون كامل ضحكوا علينا كي خسرنا. ويفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. ليسونسيال حكيت وعطيت رأيي في الموضوع. اللي كمل معايا الفيديو حتى هذه اللحظة يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. راح ندير لكم مسابقة لعبة توب كومنتير. دير جام على الفيديو، دير كومنتير طاقي فيه صاحبك او صحابك واللي يجمع اكثر عدد من الاعجابات في التعليق تاعو نروح نرد عليه ويجيني للخاص ونفليكسيلو 50,000 شريك 50,000 باطل يا مواطن. نبعثها لك بريدي موب وان شاء الله في الفيديوهات الجاية تطلع ل 100,000 ومن بعد توصل لل 200,000 الخضرة تاع عمي تبون اللي راح نحكوا عليها في الفيديو الجاي. نعطوا راينا في الموضوع. المهم تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم رمزي امبيشن. وأرجو جماهيرنا ومشاهدينا ومشتركينا لا تكونوا ملوك أكثر من الملوك ولا تتحمسوا أكثر من أبناء البلد. نشوفنا في ردود وهي تغريدات كلنا إنجليز وكلنا فرنسيين وكلنا ألمان ونحن طليان والآخر ولا إسباني. أنت عربي ابن عربي ابن بادية وابن صحراء وبكل افتخار. نعشق منتخبات ولكن لا أبكي لمنتخب غير منتخب بلادي وخلافه منتخب النصور. لو أنت أيضا تتحمس تتفرج تريد المكسب، لكن انجلترا لها الانجليز والالمان لهم الالمان والطليان يمثلهم طليان ونحن نمثل مجموعه اخرى من الاوطان. هل وصلت رسالتي ام لا؟ قد يغضب كثيرين ولكن هذا هو الواقع. الحقيقه تؤلم وانا تعودت ان تمشي في الطريق الصحيح.